الإنسان يتقي موجبات الإثم، يحذر الغيبة، يحذر النميمة، يحذر الكذب، يحذر البهت، يحذر النظر الحرام، يحذر استماع الحرام، ما ينظر إلى صور النساء المتبرجة والعارية، ولا يسمع إلى الأغاني والموسيقى وآلات اللهو، ولا يسمع للأكاذيب ورسائل الجوال التي فيها الفضول، فيها الاستهزاء والسخرية والنكت التي تشغل الإنسان عن الخير وتقسي قلبه. ترى هذه مصائب وأبواب شر فتحت على الناس. كذلك يحذر النوم في النهار، ينام بقدر. النوم يكفي الإنسان من 24 ساعة 6 ساعات، فيحذر النوم النهار لأنه حرمان. إنسان يكون محروم إذا نام، لا يقرأ قرآن، لا يذكر الله عز وجل، لا يستغفر، لا يدعو، يحذر. ترضي نقيصة موجبة للخسران والفشل. كذلك يحذر من سهر الليل، سهر الليل هو الموجب لنوم النهار، فيكون خسران في الليل وخسران في النهار. في الليل أكثر الناس يسهرون على لهو، يسهرون على محرمات، يتابعون القنوات، والقنوات تعد طول السنة لإفساد الناس في رمضان، تعد برامج سنوية تهيئ لرمضان لصد الناس عن المساجد وعن الصلاة وعن القرآن وعن الذكر، ولتقسية قلوبهم حتى لا تلين بذكر الله وطاعته. فهي مهيئة ومجهزة